تعاقدت زمان كانوا جايين معايا قبل ما اسافر الكويت، يعني يقولوا لي عايزين نكشف الحركات دي، قلت لهم لا انا هاجي معاكم. ورحنا لاكبر ساحرين في مصر، انا هم سامعين الحين بتوع جريده تعاقدت لما كان ماسكها سمير رجب. فرحنا البيت الساحر الاولاني عامل طبعا سلاسل وعامل اقفال من الحديديات ضخمه في قريه تبع الدخليه. المهم طرقنا عليه وانا ما بينش انا مين، والاخ ما بينش كان الصحفي هذا. دخلنا عليه وقفل علينا بالقفال وبتاع، واما اطلق البخور احنا جايبين له فانيلا، قطعه من فانيلا بتاعت والله العظيم طفل ما يتعدى العامين. وبعدين قام الولد الصحفي قال له قال له خذ يا فلان، ولد دي تاثير اللهجه يعني كويتيه، الولد يعني الرجل. نعم. فقال له خذ يا فلان شوف لنا دي. قال له مين دي؟ قال له اخويا ومتجوز وتعبان ونسيب وتعبين وبتاع. قعد شويه وبتاع، قال بيقول لك بيعرف كل شيء. قال له اسمع اخوك معمول له عمل. قال له من اللي عامله؟ قال له حماته قدامي اهي، قدامي اهي حماته. الولد ما تقريبا سنه و8 شهور. المهم فضل عمل قصه في الاخر، قلت له انا فلان انت دجال ما بعرف وبتاع وكده. رحنا للثاني كان اسمه عاشور مشهور جدا، طرقنا عليه برضه وكيت وكشفته في اقدر من ذلك. فنحن نقول قرين بيعرف، لا 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 الامور بس تظهر من السكنات والحركات ومن خلال الجوارح او الشكايه او الكلام، اكثر من كده ما يعرف على الاطلاق.